سيبكم بقى من الفراخ المشوية والفراخ المسلوقة والعادية اللي متعودين عليها. ولو عندك فراخ ولا تسلقيها ولا تحمريها، تبليها وعلى الشبكة ارميها، وكمان بالخضار كده طعميها. عايزة اقولك ان الوصفة دي من اكتر الوصفات اللي بتعملها المطاعم. يعني انسوا اي طعم بقى فراخ جربتوه قبل كده. طعم الفراخ كده هيكون غير اللي متعودين عليه خالص. جوسي كده وطعمها تحفة. يعني من الاخر ريحة وجمال بجد رهيبة. يلا بينا نسمي ونصلي على رسول الله، وما ننساش ندعي لأمي وأموات المسلمين بالرحمة. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. ولو أول مرة تشوفوني ما ننساش نحط لايك للفيديو ونشترك في القناة عشان توصلكم كل وصفاتي. ونبدأ بسم الله. أول حاجة كده جهزت هنا الخضار اللي هستخدمه. وطبعا ليكي حرية الاختيار في الخضار، يعني حطي بقى كل الخضار اللي بتحبيه أو موجود عندك. أنا جهزته وغسلته وقشرته كويس بالشكل ده. واول حاجه بقى هبدا كده اقطعها. البتنجان هقطعه لحلقات صغيره بالشكل ده. عايزه اقولك بجد الحلقات بتاعه البتنجان بتكون طعمها حلو جدا جوه الوصفه. بعد كده جبت جزرتين وقطعتهم برضو بنفس الطريقه حلقات. حاولي بس تخلي الحلقات بتاعتك مش سميكه ومش رفيعه عشان تستوي سوا مظبوط. وكمان قطعي الخضار كله بنفس الحجم. كده تمام. جبت برضو حبايتين من الفلفل الرومي وبرضو هقطعهم مكعبات صغيره بالشكل ده. وكترت بقى من البطاطس علشان احنا بنحبها اكتر حاجة، بس حاولي تخليها سميكة شوية علشان ما تتهريش جوه الوصفة. انتوا عارفين طبعا ان البطاطس يعني بتستوي بسرعة وكمان بتتهري. فنحاول نخليها مكعبات سميكة شوية. وزودي بقى اي خضار طبعا موجود عندك. كوسة بقى، قلقاس. بس بصراحة هي كانت يعني حلوة جدا بكمية الخضار اللي انا ضفتها. جبت كمان هنا حبايتين من الطماطم. وبرضو قطعتهم مكعبات بس كبيرة شوية. انا مش عايزة الطماطم النهاردة تختفي خالص، انا عايزاها تكون ظاهرة جوه الصينية. ولو عايزة طبعا تضاعفي المقادير او تزودي الكمية برضو زي ما تحبي. اخر حاجة بقى هنا جبت بصلتين كده وسط. وبرضو هبدأ اقطعهم طرنشات كده رفيعة بالشكل ده. وبس كده في صينية الفرن بقى اللي موجودة عندنا كلنا في المطبخ. حطيت فيها البصل كده. ابتديت افركه بايدي. وهنزل عليه كده بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وكمان معلقة صغيرة مليانة كده من بهارات الفراخ. وشوية كده من الملح. وهبدأ أدعكهم مع بعض كويس لحد البصل ما ينزل المية اللي موجودة فيه بالشكل ده. وبس كده هبدأ بقى أضيف عليهم كل الخضار اللي قطعناه مع بعض. وأهم حاجة نقلبهم مع بعض كويس قوي. نجيب كده البصل والتوابل من تحت لفوق علشان طبعا عايزين الخضار بتاعنا يتغلف بكل التوابل اللي ضفناها عليه. وبعدين هضيف بقى عليهم كده شوية من الزيت حلوين، حوالي كده ربع كوباية. لو حابة تضيفي حتة زبدة أو سمنة مفيش أي مشكلة. قبل كده طبعا كنت غسلت الفرخة بتاعتي كويس قوي ونقعتها في ملح وخل وليمون. هاخدها بقى كده اشطفها شطف كويس وبعدين ابدا اقطعها. زي ما انتم شايفين كده. هتتقطع معايا بكل سهوله. اهم حاجه نفتحها من سلسله الظهر. وطبعا علشان يعني اعرف افتحها من سلسله الظهر كويس هستخدم المقص، هو اللي هيسهل عليا ان انا افتحها بالشكل ده. واهم حاجه برضو ان احنا نعمل لها فتحات من اللحم كويس قوي. من كل مكان. هنجيب السكينه كده ونعمل لها فتحات علشان كل التتبيله توصل لكل مكان موجود في لحم الفرخه. هنحضر بقى التتبيله بتاعتنا مع بعض. هنضيف كده معلقتين كبار من صلصة الطماطم وعليهم حوالي 3 فصوص كده من الثوم المهروسين بالشكل ده. وكمان معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسود. ومعلقة صغيرة كده من الملح. وهضيف برضو توم باودر وبصل باودر. وربع معلقة صغيرة كده من القرفة بتفرق جدا في طعم التتبيلة. وكمان معلقة مليانة كده كبيرة من بهارات الفراخ. وحوالي كده ربع كوباية من الزيت بالشكل ده. ومعلقتين كمان كبار من الخل. وشوية كده من الصويا صوص عشان طبعا تدينا بقى طعم ولون الفراخ اللي بنشتريها من المطاعم. واخر حاجة كده عصير نص ليمونة.
امشوا على الخطوات خطوة بخطوة، بجد هتاخدوا طعم فراخ هيعجبكم جدا. قلبي بقى الخلطة التحفة دي كده كويس قوي، وهي دي بقى تتبيلة المطاعم اللي كلنا بنتجنن عليها. هناخدها بقى كده على الفراخ، وطبعا مش هنخلي بقى مكان في الفرخة غير لما نخليه يشرب من التتبيلة كويس قوي. يعني حاولي كده تعملي لها مساج زي ما انا بعمل كده. شايفين؟ غلفتها كويس قوي قوي بطعم التتبيله. هسيبها بقى حوالي كده يعني يدوب ربع ساعه او 10 دقايق. هي مش محتاجه ان انا اسيبها فتره طويله، هي طبعا عشان احنا عاملين لها فتحات وعاملين لها التتبيله مظبوطه جدا، هتاخد من طعم التتبيله بسرعه. بعد كده بقى هاتي بقى شبكه الفرن العاديه بتاعتك اللي موجوده برضو عندنا كلنا في البيت، وحطيها بقى على صينيه الخضار بتاعتك كده، وحطي عليها الفرخه بتاعتك. وطبعا مش هننسى بقية التتبيلة اللي موجودة معانا، علشان عايزة اقول لكم ان كل مكان في الفرخة متبل هينزل من طعم التتبيلة بتاعته على الخضار اللي احنا حاطينه في الصينية، وطعم الخضار هياخد من طعم الفراخ، وبجد هتبقى طعمها في منتهى الجمال. دخلتها هنا على فرن درجة حرارته 200. عايزة اقول لكم بجد ريحتها كانت قلب البيت كله، طعم وريحة وجمال في منتهى اللذاذة. قعدت معايا كده حوالي ساعة ونص، على حسب طبعا درجة حرارة الفرن بتاعك. شايفين ما شاء الله؟ سبتها لحد ما الخضار نشف معايا كده وبقى بالجمال ده. الفراخ اخدت لون حلو جدا، نفس اللون اللي بنشتريها من بره، بل احسن بكتير وانضف مليون مرة. كمان الخضار شرب من طعم الفراخ، بجد طعمه في منتهى الجمال. حقيقي الوصفة دي هتجربوها وهتنسوا طعم اي فراخ اكلتوها قبل كده، وان شاء الله هتدعولي عليها. شايفين كمان البطاطس حلوة جدا وما اتهرتش معايا، طعمها حلو قوي، ريحتها في منتهى الجمال. تعالوا بقى نشوف الفراخ مع بعض من جوه عاملة ازاي. شايفين بقى الفراخ طرية وجوسي ازاي؟ كمان ما كنتش قادرة امسكها قوي عشان طبعا لسه طالعة من الفرن وسخنة، بس بجد طعمها في منتهى الجمال. بجد بجد لازم تجربوها. اتمنى تمشوا على الخطوات بنفس التركات ونفس الطريقة اللي عملناها مع بعض. حقيقي هتاخدوا طعم فراخ احلى مليون مرة من اللي بنشتريها من بره. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، وكمان تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. أشوفكم على خير في الوصفات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.